لابورتا يفاجئ ليونيل ميسي بهذا التصريح. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق ليونيل ميسي فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ولاعب الفريق السابق، وارتبط اسم ليونيل بالعودة إلى صفوف النادي الكتالوني في صيف 2023. ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم مستقبل اللاعب الذي يمتلك عقدا مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو القادم. قال لابورتا في تصريحات صحفية: جمهور برشلونة كان محظوظ، رأينا كرويف، مارادونا، شوستر، ريفالدو، رونالدينيو، روماريو، ستويشكوف. بالنسبة لي الأفضل هو ميسي، إنه مزيج بين كرويف ومارادونا. سيكون لدينا أفضل ملعب في العالم، ملعبنا سيكون مغطى بالكامل باستثناء أرض الملعب، لن تبتلى الجماهير أثناء الأمطار، وسيكون لدينا فريق جيد مع بيدري، غافي، أراوخو وبالدي الذي سيكون مرجع لنا في الحاضر والمستقبل. الأهداف المميزة التي رأيتها في الكامب نو، أكثر هدف أثر بي هو الهدف الطائر لكرويف أمام أتلتيكو، لكن أيضا رأيت أهداف مميزة مثل هدف روماريو أمام ريال مدريد، هدف رونالدينيو أمام إشبيليا، هدف ميسي أمام خطافي. إنها أهداف أسطورية. ميسي لوحده يستحق حديث مختلف حول أهدافه.